الكلام عن الكونغ فو، نتكلم عن الهوكي. نشوف معانا تقرير عن الهوكي، نطلع نشوف هذا التقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. الحمد لله احنا عندنا قاعدة ناشئين قوية جدا، بتبتدي من مرحلة 98 99 اللي هي أكبر مرحلة تحت الفريق الأول، والحمد لله احنا لعبنا بيها الثلاث مباريات الأولانيين اللي هي الدور التمهيدي وخدنا أول. وأول مباراة كان في الدور الثاني اللي هو اللي يعتبر النهائيات، كانت يوم الثلاث اللي فات، ولعبنا مع الدخان اللي هي بطل أفريقيا وكسبناهم 8-0 هنا كناشئين بالمرحلة دي. يبقى المرحله السنيه اللي بعديها على طول اللي هي مرحله 2000-2001 اللي هي لابسه الزي الابيض اللي قدام حضرتك دي برضو لعبت 3 مباريات في الدور التمهيدي للابطال الجمهوريه، والحمد لله برضو خدت المركز الاول ب3 فوز في الماتشات الاولانيه، وهي ان شاء الله اول مباراه ليها يوم السبت الجاي مع فريق الشبان هنا ان شاء الله على الملعب الساعه 3. بعد كده مرحلتين الصغيرين هم 2002 2003 و2004 2005، دول كان في بطولات الاسبوعين اللي فاتوا، دول كان في نص السنه، والحمد لله احنا شاركنا في دوري المنطقه ب3 فرق في دوري 2002 2003، والحمد لله خدنا اول وثاني وثالث كبطل شرقيه. وبعديها باسبوع اتعمل نفس البطوله على مستوى الاتحاد، كان في قناه السويس هيئه القناه، والحمد لله اشتركنا بفرقتين وخدنا اول وثاني جمهوريه. احنا بنبدا بالاكاديميه، اكاديميه الهوكي، والسن بيبدا من اولى ابتدائي، وبيتلقى طبعا تعليم المهارات الاوليه للهوكي، والمتميزين منهم بعد فتره تدريب بيخضعوا لاختبارات بحيث ان هو يسجل في الفرق بتاعه النادي، لان احنا عندنا في نادي الشرقيه اكبر قاعده ناشئين، وبيخدمنا صراحه وجود هذا الصرح اللي هو استاد الهوكي، اللي يعتبر مصنع لصناعه ابطال الهوكي، وبيخدم نشاط الاتحاد المصري للهوكي ونشاط منطقه الشرقيه للهوكي. وكانت من فتره قريبه كان بتقام هنا على ملعب استاد الهوكي بطوله منطقه الشرقيه للهوكي، وناشئين الشرقيه اخذوا المراكز الاولى فيها، وما زال نشاط الاتحاد من مباريات الدوري العام وكاس مصر بتقام هنا على ملعب استاد الهوكي. الحمد لله احنا ابطال الجمهوريه سنتين ورا بعض لفريق الشباب اللي هو تحت الفريق الاول، بدون تعادل بدون هزيمه. جميع المنافسات اللي تمت على مستوى النشاط الداخلي او توتو الجمهوريه، احنا لو اشتركنا بفريق واحد بناخد اول، اشتركنا باثنين بناخد اول وثاني، اشتركنا بثلاثه بناخد الثلاث مستويات. معنى كده ان احنا عندنا فعلا الجديه والفن في صناعه لعيب صغير، بحيث ان هو لو حصل زمن يتطلب الفريق الاول بعد الاحلال، احنا عندنا لعيبه متميزه جدا جدا، والحمد لله هوكي الشرقيه يستوعب جميع الناشئين اللي عنده، وبنغطي معظم انديه الجمهوريه في هذا النشاط. لعبة الهوكي تعتبر مسجلة في موسوعة جينيس ريكورد الأرقام القياسية العالمية، لأن الفريق بتاعنا حصل على العديد من البطولات الإفريقية على مستوى القارة، ودي ما فيش أي نادي على مستوى العالم حقق البطولة حاجة و20 مرة تقريبا، 22 مرة أو 23 مرة، 23 بطولة إفريقية تمام من أصل 26 بطولة إفريقية. بالتالي الرقم ده صعب إن هو
صعب ان هو يتضرب على مستوى العالم، وده انجاز في محافظه في اقليم، انجاز تاريخي انا شايفه كده. لكن للاسف الشديد ان الانجاز ده ما خدش حقه. بنتمنى ان هو في الفتره اللي جايه ياخد حقه باذن الله. واحنا طبعا على مستوى بقى النشاط بالنسبه للقطاع الناشئين، عندنا لعبنا ادوار تمهيديه، حققنا مراكز اول في جميع المستويات السنيه، لان احنا عندنا اعمار سنيه كثيره. تمام، في جميع الاعمار السنيه احرزنا في الادوار التمهيديه المركز الاول، وداخلين بدايه من يوم السبت القادم الادوار النهائيه. بنتمنى طبعا للفريق ان هو يحققها، لان احنا معانا عناصر كويسه جدا من اللاعبين مميزين جدا، وخاصه طبعا ان احنا موجود عندنا ملعب. كريم جداوي كابتن فريق 98 99، حارس مرمى، ثانويه عامه 18 سنه. بس بنلعب في مرحله 98. حققنا السنه اللي فاتت المركز الاول في الدوري، والسنه اللي قبلها المركز الاول في الدوري، وحاليا احنا متصدرين الدوري بدون ولا هزيمه الحمد لله من اول ما لعبنا لحد النهارده يعني. وعندنا ماتش يوم الاحد الجاي مع التصنيع. فريق التصنيع يعتبر الفريق اللي هو بينافسنا دايما، وان شاء الله هنحقق عليه فوز كويس. نعيم النبوي كابتن فريق 2000، والحمد لله لعبنا الادوار التمهيديه كلها، والحمد لله حققنا مركز اول في الدور التمهيدي. ان شاء الله ورانا ماتش يوم السبت اللي جاي مع فريق الشبان، ان شاء الله يعني هنعمل اداء حلو. شريف حاتم مساعد كابتن كريم في 99 ولاعب فريق اول، واحنا الحمد لله محققين السنه دي نتائج كويسه جدا، ماشيين بخطه ثابته، بقالنا 3 مواسم من غير ولا هزيمه، والحمد لله ماشيين كويس. وعندنا ماتش الحد الجاي، والحمد لله يعني التدعيم كويس وكل حاجه كويسه الحمد لله. الهوكي ما اتعملش ولا بطوله افريقيا لسيد القاره. لو يهتم هو، اذا اهتم وزير الشباب هتيجي حضرتك تصور انت وقنوات التلفزيون كلها بطوله افريقيا الانديه هنا في الشرقيه. احنا عايزينه يجي. الصرح اللي معمول ده بيحتاج صرح، بيحتاج مصاريف. الدوله فيها وفيها وفيها والكلام ده كله، بس ده برضو الهوكي في موسوعه جينيس لازم يكون فيه اهتمام اكتر من كده. انا بناشد هو شخصيا، انا لاعب اولمبي، والرمز الاول ليا اي رياضي ممكن يوصل. معالي الوزير السابق النجم الكبير نجم طاهر ابو زيد وصل. نجوميه خالد عبد العزيز معالي وزير الشباب والرياضه لينا احنا كنجوم ان هو يتبنى الهوكي. انا رساله بوجهها له مره ومليون، وانا قلت له لما كان هنا معانا قلت له يا ريت تهتم بالهوكي، وقبل منه قلت لمعالي الوزير العمري فاروق. فانا اتمنى من قبلكم طبعا شرفتونا، واتمنى ان التصوير الجاي تصوير قرعه بطوله افريقيا هنا.